لا بد من التفريق بين الحق والباطل. والله سبحانه وتعالى سمى هذا القرآن فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل، ومحمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس، فيجب على ورثته أن يكونوا فرقا بين الناس وأن يفرقوا بين المحقين والمبطلين. لهذا ضاع شبابنا، أصبح هذا تبليغي وهذا إخواني، وفي نفس الوقت يتنكر المنهج السلفي ويصبح من خصومه. لماذا؟ لأننا لم نبين للشباب السلفي أن يعض على معلب النواجذ وأن هذا هو الحق، وأن يحذر كل الحذر مما عند هذه الفرق. هذا حق يجب أن نقوله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للصدع بالحق والتفريق بينه وبين الباطل، والتفريق بين المحقين والمبطلين والسنيين والمبتدعين، وإلا سيظل الشباب في حيرة وفي متاهة ويتخبط، وسيكون يعني تبعا لكل نائب. نسأل الله التوفيق.